في صباح 19 من يوليو لسنة 2019 وفي منطقة فاشيمي وارد الواقعة في دولة اليابان، حدثت مجزرة تاريخية في أحد استديوهات الإنمي المشهورة والمعروفة في مجالها، ونتج عن هاي المجزرة أكثر من 36 ضحية وما يقارب ل 32 إصابة. والمتسبب بهذا الفعل هو شخص أقل ما يقال عنه مريض نفسي. القاتل شينجي أيوبا اللي كان يبلغ من العمر 41 عام وقت ارتكابه للجريمة، قام بإرسال عدة رسائل لإدارة الاستوديو، ولكن للأسف تم أخذها على محمل السخرية. وبعد عدة رسائل متكررة قام بفعل فعلته الشنيعة. فمين هو القاتل شينجي أيوبا؟ وإيش تفاصيل المجزرة اللي ارتكبها؟ أنا مازن الغويري، وخليني أحكيكم اليوم عن مجزرة استوديو الإنمي في اليابان. في صباح 19 من يوليو لسنة 2019 وتحديدا في منطقة فاشيمي وارد الواقعة في دولة اليابان، بدأوا الموظفين بالتوافد على استوديو الانمي لمباشرة عملهم كالمعتاد. هذا الاستوديو اللي كان تابع لواحدة من أهم شركات الإنتاج، وهي شركة كيوتو، واللي أصدرت العديد من مسلسلات وأفلام الإنمي الشهيرة، منها فيلم الإنمي الشهير صوت صامت. كانت تملك هاي الشركة 3 استوديوهات، وأهم واحد فيهم هو اللي حدثت فيه قصتنا لليوم، وهو الاستوديو الأول اللي كان يتضمن عمليات الإنتاج واللي كان يتواجد فيه أغلب موظفين الشركة. أما عن التصميم المعماري للاستوديو فكان يتكون من 3 طوابق، ولكل طابق وظيفته الخاصة فيه، يعني قسم الإدارة وقسم الإنتاج الفني وقسم التصوير وما إلى ذلك. كان يوم ارتكاب المجزرة يوم طبيعي جدا ومثل أي يوم آخر، ولكن إلى حد الساعة 10 صباحا لما كان الجميع منهمك في العمل، دخل رجل غريب على الاستوديو وكان بجر بعربة فيها جالونات مليئة بالسوائل. وفجأة توقف هذا الرجل وبدأ بفتح الجالونات واحد تلو الآخر، ثم بدأ بسكب السائل على الأرض وعلى الأثاث من حوله. وبعد عدة ثواني من ارتكاب هذا الفعل أدرك الموظفين أنه هذا السائل ما كان إلا بنزين، وسريعا حاول الموظفين منعه، ولكن هالأمر كان بدون أي جدوى، لأنه هذا الرجل رفض التكلم معاهم وظل مركز في عمله، وهو صب البنزين على الأرض وعلى الأثاث. وبعد ما انتهى من رش البنزين على الأرض وعلى الأثاث أخذ علبة جديدة وبدأ برشها على الموظفين، وأثناء فعل ذلك كان قاعد بصرخ عليهم وبيقول موتوا موتوا. وبعدها قام بأخذ ولاعة وأشعل النيران في المكان، وفي غضون ثواني قليلة بدت الأشياء بالاختفاء شيئا فشيئا. وما اكتفى هذا الشخص بأذية الآخرين فقط، بل قام بسكب البنزين على نفسه وهو يصرخ عليهم مجددا موتوا موتوا. وبدأ الموظفين بالصراخ طلبا للنجدة، حتى الأشخاص اللي كانوا موجودين بالطوابق الأخرى. وعدد الأشخاص اللي كانوا موجودين في الاستوديو في هذاك اليوم كانوا ما يقاربوا 70 شخص، وكانوا بيحاولوا جاهدا انهم يهربوا من المكان. لكن هذا الشخص الخبيث ما نسي هاي النقطة ابدا، لانه قام برش البنزين على مداخل ومخارج المبنى، يعني اذا حاول اي شخص الهروب راح يموت في مكانه. يعني بنقدر نقول انه ما كان في ولا اي وسيلة للهروب ابدا. بعد 5 دقائق تقريبا النار اشتعلت في كافة أنحاء الطابق الأرضي، وكانت النار بتتصاعد للطوابق الأخرى، وكل اللي كانوا موجودين كانوا في حالة هلع ورعب بسبب كمية الدخان الكبيرة، وأيضا بسبب النار الملتهبة والمنتشرة في كل مكان، ناهيك عن عدم وضوح الرؤية وصعوبة التنفس بسبب قلة الأكسجين. وفي هاي الأثناء ذكروا أنه في مخرج خارجي بيوديهم على سطح الاستوديو،
فذهب الجميع إلى هذاك الدرج بسرعة كبيرة جدا. لكن المشكلة الوحيدة إنه هذا السلم أو هذا الدرج كان حلزوني الشكل، يعني ما كان يتسع إلا لشخص واحد فقط في كل مرة، وكان من الصعب جدا إنه يستخدمه أكثر من شخص في وقت واحد. وبحكم إنه الجميع كان في حالة رعب، كلهم كانوا بيتهافتوا على هذا السلم وكلهم كانوا بيسقطوا فوق بعض، حتى إنه الكثير منهم سقط على الأرض نتيجة التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. يعني هذول المساكين كان الوضع مسكر عندهم من كل الجهات، كل المداخل والمخارج مليئة بالبنزين، وحتى السلم الاحتياطي كان صعب الخروج منه. أما بالنسبة لمرتكب الجريمة، حاول الهرب، ولكن في 2 من الموظفين الشجعان قدروا أنهم يلحقوه ويلقوا القبض عليه. وبعد وقت قصير جدا وصلت الكثير من سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان. ولكن المحزن بالموضوع أنه الأمر استغرق معهم أكثر من 5 ساعات للسيطرة على النيران، وأكثر من 24 ساعة لإطفاء النيران بالكامل. يعني تخيل معاي أنه في جثث بقيت مشتعلة بالنار لأكثر من 24 ساعة. يعني بمجرد أنك تتخيل الموقف في راسك راح تجيك قشعريرة مش طبيعية. في اليوم التالي وفي حوالي الساعة 6 فجرا استطاعوا أفراد الشرطة الدخول إلى المكان، وعلى حسب كلامهم إنهم شاهدوا منظر مرعب للغاية، حتى إنه في أحد ضباط الشرطة اللي وصف المكان قائلا وكأنه أشبه بلقطة من فيلم رعب. كانت الجثث مرمية في كل مكان وكانت متفحمة جدا لدرجة إنه كان من الصعب التعرف عليها. أما عن عدد الموتى فكان ما يقارب 34 شخص، وتقريبا 20 واحد منهم لقوا حتفهم على السلم الحلزوني المؤدي إلى السطح. وال20 شخص هذول كان عندهم أمل جدا بسيط إنهم يقدروا يهربوا من المكان، ولكن للأسف توفوا جميعا. كانت نتائج الطب الشرعي مخيفة جدا، اللي أوضحت إنه الكثير من الضحايا ماتوا نتيجة الحروق المباشرة اللي طالت أجسادهم. وهذا الأمر كان غريب جدا، لأنه من المعروف أنه ضحايا الحرائق كانوا يموتوا نتيجة تسمم غاز أول أكسيد الكربون، وهذا الغاز اللي كان ينبعث من أدخنة النار، فالضحية راح تموت أو راح تفقد وعيها قبل ما توصلها النار مباشرة. ولكن للأسف النار بهاي الحادثة كانت عنيفة وسريعة للغاية، وماتوا أغلب الموظفين وهم بيحترقوا أحياء وبكامل وعيهم. أنا بصور الساعة 4:30 الفجر يا أخوان، وإجتني قشعريرة لا إرادية ومخيفة جدا. صراحة مش مصدق متى أخلص القصة وأروح أنام. عدد الأشخاص المصابين كان تقريبا 34 شخص، وكان معظمهم مصاب بإصابات بليغة جدا، حتى أنه أغلبهم مكثوا في العناية المركزة لفترة جدا طويلة، وتم إنقاذهم بعد ما أجروا عليهم العديد من العمليات الصعبة، منها عملية زراعة الجلد لكامل أجسادهم. ما عدا ضحيتين ماتوا لاحقا في العناية المركزة ليصبح عدد الضحايا 36 ضحية. أما عن هويات الضحايا فصرح رئيس شركة كيوتو بأنه ما رح يفصح عن أساميهم وهوياتهم أبدا احتراما لعائلاتهم، وأنه رح يضع خصوصية الأمر بتصرفهم. عشان هيك أسماء الضحايا ما وصلت للإعلام أبدا، ما عدا 4 ضحايا تم الكشف عن أساميهم من قبل عائلاتهم. الضحية الأولى كانت تسبع لنايومي أساشيدا البالغة من العمر 49 عام، واللي عملت في الشركة لأكثر من 20 عام. وجدوها أفراد الشرطة ميتة في الطابق الثاني نتيجة الاختناق، وقامت عائلتها بدفنها بفستان زفافها اللي كانت بتخطط له قبل موتها. الضحية الثاني اللي تم الكشف عن اسمها كانت تابعة لياسهيرو تاكاماتو، واللي كان يبلغ من العمر 47 عام، وأيضا هو اللي عمل في الشركة طوال حياته تقريبا، وكان يعمل كمخرج وكاتب نصوص ويعتبر واحد من أهم الموظفين. أما عن الضحية الثالثة اللي تم الكشف عن اسمها فكانت تابعة لفاتوشي نيشيا، اللي كان يبلغ من العمر 37 عام، واللي كان يعمل كمصمم شخصيات ورسام وأيضا مخرج. أما عن الضحية الرابعة والأخيرة فكانت تابعة لياسيجي كيغامي، واللي كان يبلغ من العمر 61 عام، واللي كان يعمل كمخرج ومنتج في الشركة، وكان مشرف على عدة أعمال مشهورة ومهمة في الشركة. وقبل ما يتوظف بشركة كيوتو
عمل في العديد من الشركات الأخرى والمعروفة أيضا، على عكس الضحايا الثلاث الباقيين اللي كرسوا حياتهم في العمل في هاي الشركة. على الرغم من أنه خسائر الشركة هي آخر إشي ممكن يفكر فيه الواحد، ولكنها ما اقتصرت فقط على أرواح الضحايا، بل حتى شملت أعمال فنية استغرقت الكثير من السنوات للعمل عليها. كما دمرت النيران الكثير من حواسيب العمل والأثاث المختلف في كافة أنحاء الشركة، واللي طبعا كلفهم خسائر مادية باهظة الثمن. من الواضح من طريقة الدمار أنه مرتكب الجريمة كان شخص حاقد عليهم جدا. وعلى سيرة مرتكب الجريمة، خلينا نعرف إيش صار فيه. قام هذا الوحش بدخول المستشفى وكانت حالته الصحية سيئة جدا، حتى أنه دخل في غيبوبة، ولكنه استيقظ منها بعد شهرين. طبعا دخل بالغيبوبة لأنه قام بإشعال النار بنفسه، وهو تصرف جدا غبي من شخص يعتبر مريض نفسي. والأطباء اعتقدوا أنه ما راح يستيقظ من الغيبوبة أبدا، ولكنه للأسف استيقظ منها، ولكن صحته ما كانت جيدة أبدا، وعاش على التنفس الاصطناعي لفترة طويلة جدا. والخبر المفرح أكثر أنه فقد القدرة على المشي، فأصبح يحتاج إلى كرسي متحرك أو عكازات عشان يقدر يمشي براحته. وأكيد لأنه وجهه مشوه بالكامل فهو بيحتاج إلى زراعة الجلد، فقام الأطباء بعمل عمليات مختلفة إله وزرعوا له الجلد، ولكن مش جلد طبيعي أبدا، بل زرعوا له جلد صناعي، لأنه كان في أشخاص أولى منه بالحصول على الجلد الطبيعي. وكمان هو المجرم اللي تسبب بقتل عشرات الأشخاص، فزرعوا له الأطباء الجلد الصناعي على كامل جسده، وصار بعدها أول شخص في تاريخ اليابان يتم زراعة الجلد الصناعي بكامل جسده. وبعدها بقي بالمستشفى لعدة أشهر، وما استطاعت الشرطة أن تحقق معه أبدا بحكم حالته الصحية اللي كانت سيئة جدا. وقررت الشرطة أنها تأجل التحقيق معه إلى وقت لاحق، وهسه راح تروح تحقق في خلفية الجريمة. في بداية التحقيق قاموا بسؤال العديد من الشهود اللي كانوا قريبين من موقع الحادث، واللي قالوا أو ممكن إنهم ادعوا إنهم سمعوا صوت انفجار وقت وقوع الحادث، وكان صوت الانفجار صادر من نفس الاستوديو. وبعدها قامت الشرطة بالتوجه إلى الناجين من هذا الحادث، وكثير منهم ذكروا إنهم تلقوا رسائل تهديد قبل سنة كاملة من وقوع الجريمة، وكانت هاي الرسائل صادرة من شخص غريب ومجهول. وما كانت هاي الرسائل تصل إلى بريد الشركة فقط، بل كانت تصل إلى بريد جميع الموظفين، يعني ما يقارب 200 موظف. متخيلين كبر العدد اللي كان يتلقى هاي الرسائل؟ طيب يا مازن، إيش كان محتوى هاي الرسائل؟ محتوى هاي الرسائل كان بكل اختصار إنه رح يتم قتل جميع الموجودين في الاستديو. طيب يا مازن، ما في ولا أي موظف قام بإبلاغ الشرطة عن هاي الرسائل؟ طبعا لا، لأنه في أكثر من موظف قام بإبلاغ الشرطة عن هاي الرسائل ومحتواها الغريب، ولكن الشرطة بدورها ما فعلت ولا إشي أبدا، لأنه مصدر الرسائل الأساسي كان مجهول تماما. وبعض أفراد الشرطة أخذوا هذا الموضوع على محمل السخرية، واعتبروها على أنها مجرد رسائل وهمية فقط. ولكن في نفس الوقت قامت الشرطة بتعيين أفراد الشرطة لحراسة باب الاستوديو، وفجأة توقفت رسائل التهديد قبل أشهر من الجريمة بشكل مفاجئ. فظنت الشرطة أنه مرسل هاي الرسائل شعر بالملل، وقرر التوقف عن إرسال الرسائل مرة أخرى. فعشان هيك أزالوا الحراس من بوابات الاستوديو. وبعد ما انتهت الشرطة من التحقيق مع كافة الشهود ومع كافة الناجين من هاي الحادثة، تلقت الشرطة بلاغ من إدارة المستشفى، وكان يفيد هذا البلاغ بأنه يسمح لأفراد الشرطة باعتقال هذا المجرم. أما الآن رح نيجي لدور من هو هذا المجرم أو من هو هذا الوحش. هذا المجرم اسمه شينجي أيوبا، وكان وقتها يبلغ من العمر 41 عام. عند اعتقاله وبدء التحقيق معه اعترف سريعا بكافة تفاصيل الجريمة، وما حاول أبدا أنه يخادع الشرطة أو يروح معهم يمين وشمال، لا، راح معهم دغري مباشرة. ولكن هل تعرفوا أنه شينجي كان له سجل كامل عند أفراد الشرطة؟ نعم يا جماعة الخير. ففي عام 2012 قام بسطو مسلح على متجر في طوكيو، وقام بسرقة العديد من المنتجات والأموال من هذا المتجر. ولما انتهى من جريمته ما راح وهرب واختبأ أبدا،
بل راح وسلم نفسه بنفسه للشرطة. مش بقولكم مريض نفسي يا اخوان، لا 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 يا مازن، هذا الشخص اتعدى مرحلة المرض النفسي، ومن اجل عملية السطو اللي صارت تم الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات ونصف. ولما خرج من السجن بقي وحيدا منعزلا عن باقي الناس، وكان معروف لجميع الجيران بانه شخص صاحب اخلاق سيئة جدا. اما بخصوص طفولته ما ذكر عنها اشياء كثيرة ابدا، لكن الاشي الوحيد المعروف عنها انه والده ووالدته انفصلوا عن بعض تماما، ووالدته تركته هو واخوته وهربت عنهم، وبقيوا في رعاية والدهم حتى عام 1991. ولما كان عمر شينجي وقتها 21 عام انتحر والده أمام أعينه مباشرة، وتغيرت بعدها شخصيته تماما. وما في داعي أقولكم السبب ليش، لأنه السبب واضح للجميع، وحتى سبب ارتكابه لهاي الجريمة يعتبر أيضا واضح للجميع. ف90% من القتلة المتسلسلين والأشخاص اللي ارتكبوا مجازر تاريخية أشخاص عانوا في طفولتهم، سواء على الجانب العائلي أو على الجانب الاجتماعي. وبعد وفاة والده هاجر بعيدا عن المنطقة اللي كان يسكن فيها واللي قضى فيها أغلب طفولته، ورحل إلى مكان منعزل تماما ولوحده. والفعالية الوحيدة اللي كان يفعلها في حياته إنه يقرأ مجلات المانجا، واللي هي قصص مصورة يابانية، حتى إنه كان مغرم فيها لدرجة جدا كبيرة. وكانت هاي القصة بكل اختصار إنه كل الأشخاص من كافة أنحاء اليابان بيقدروا يقدموا للشركة قصة كتبوها بأنفسهم، والقصة الفائزة راح تصير مسلسل أو فيلم راح تنتجه الشركة. مش بس هيك، حتى إنه كاتب هاي القصة راح يحصل على مبلغ 9000 دولار. وكانت هاي القصة مشهورة جدا في كافة أنحاء اليابان، وكانوا كل هواة القصص المصورة بيشاركوا فيها تقريبا. وشارك فيها شينجي مرتين، المرة الأولى كانت في عام 2017، أما عن المرة الثانية كانت في عام 2018، ولكنه ما فاز بالمرتين أبدا، أو بالمعنى الأحرى قصته ما تعدت المرحلة الأولى من المسابقة أصلا. ولكن مش هذا السبب اللي خلاه يحقد على الشركة أبدا، بل السبب الحقيقي والصحيح للحادثة إنه في بدايات عام 2019 كان جالس في منزله كالعادة، وفجأة شاهد على التلفزيون إنه في مسلسل إنمي جديد من إنتاج شركة كيوتو، فقرر إنه يبدأ بمشاهدة هذا المسلسل. ولكن كل ما كان يستمر بمشاهدة هذا المسلسل كان يشعر بالدهشة، لأنه كان حاس إنه بيعرف تفاصيل هاي القصة أو شاهدها قبل هاي المرة، على الرغم من إنه هذا المسلسل يعرض لأول مرة على شاشة التلفزيون. وبعدها أدرك سريعا إنه هذا المسلسل هو نفس المسلسل اللي قدمه لهاي المسابقة في السنة الماضية، فاستنتج إنه شركة كيوتو قامت بسرقة إنتاجه الفني بدون ما يذكروا أي حقوق له أبدا. فاشتعل الغضب بداخله وقرر أنه ينتقم من الشركة، وبعدها بدأ بإرسال العديد من التهديدات الورقية اللي كانت على شكل رسائل لأعضاء وإدارة الشركة. وحتى أنه الشركة بررت أنه كل الأحداث اللي ذكرت في المسلسل أحداث عادية جدا وممكن أنها تذكر في أي مسلسل أو فيلم، يعني كانت أشياء موجودة في أي فيلم أو مسلسل آخر من إنتاج أي شركة. ولكن شينجي أيوبا ما كان مقتنع بهذا الكلام أبدا، واستمر بإرسال التهديدات إلى أن توقف عن إرسالها قبل ارتكاب الجريمة بأشهر قليلة جدا. وفي يوم 18 من يوليو تحديدا لسنة 2019 دخل شينجي في مشادة كلامية جدا عالية مع جيرانه، لأنهم كانوا يشتكوا من الأصوات الصاخبة من شقته، واللي أكيد كانت تزعجهم بشكل مو طبيعي. وكان شينجي غاضب جدا منهم، فقرر يقول إنه هذا اليوم المناسب لارتكاب هذيك الجريمة، وقرر إنه يفرغ كل طاقته وغضبه بارتكاب هاي الجريمة. فذهب إلى محطة الوقود واشترى كافة قالونات البنزين وبدأ بتنفيذ جريمته. طيب تعرفوا يا جماعة إنه شينجي كان مسوي خطة احتياطية إذا ما نجحت الخطة الأولى، لأن الشرطة عثرت على كم هائل من السكاكين كان موجود بحوزته وقت ارتكاب الجريمة. يعني إذا ما نجحت خطة إحراقهم راح يقوم بنحرهم أو حتى طعنهم. ومعلومة بسيطة إنه الحريق اللي تسبب فيه شينجي كان الحريق الأكثر دموية في تاريخ اليابان، بعد حريق مبنى ميوجو في طوكيو
في سنة 2001، واللي تسبب في قتل أكثر من 44 شخص. ومن بعد حادثة حريق شركة كيوتو، أصبحت الشرطة اليابانية أكثر حذراً وتيقظاً، خصوصاً أن شركة كيوتو لا تعتبر الشركة الأولى اللي تلقت تهديدات مثل هاي التهديدات، بل إنه في كثير من شركات الإنمي اللي تلقت تهديدات متماثلة. وبشكل عام الشرطة اليابانية صارت تتعامل مع كل بلاغ وارد إلهم بكل مصداقية وحذر، خوفا من انه تتكرر مثل هاي الجرائم. يعني بعد ايش تاخذوا حذركم انا مش عارف. انتوا اكثر من مرة تلقيتوا بلاغات بسبب التهديدات الواردة وما فعلتوا ولا اشي، ايش بتسووا بعد ما فات الاوان؟ نفسي اعرف. وهيك يا جماعة بنكون وصلنا الى نهاية مقطعنا لليوم. اتمنى انه المقطع نال اعجابكم. لا تنسوا اللايك على هذا المقطع والاشتراك في القناة. الله يعطيكم الف عافية على دعمكم. رابط حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي موجودة تحت بالوصف. وحاب أشكر موقع كابوس اللي يعتبر أفضل موقع عربي في نقل القصص المتنوعة والمختلفة. رابط الموقع راح يكون موجود تحت بالوصف. بتمنى إنه الكل يدعمه لأنهم بيمروا بمواقف صعبة حاليا. كان معكم مازن الغويري أو ليموفو. ألقاكم في مقطع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.